ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ اهلا بيكم في اولى حلقات قناة عروسة في المطبخ. هنقدم لكم الكسكسي الحلو الكسكسي الحلو اللي هو عليه السكر والقشطة واللبن زي ما تحبوا، والحادق اللي بيتقدم معاه الشكشوكة والصلصة والرومي او البط او فراخ او اي حاجة موجودة عندكم. هنبتدي اول حاجة بالرومي. اول حاجه هنجيب الرومي، هنغسله وهننقعه في الليمون، وهنجيب حله فيها ميه بتغلي وهنحط فيها الورق الراوله والحبهان والفلفل الاسود، وهننزل فيها الرومي وهنسيبه يغلي ويستوي وهنروح نعمل الكسكسي. قبل ما نعمل الكسكسي هنجيب حلة ونجيب معلقتين دقيق نحطهم على الطبق ونحط فيهم مية علشان تبقى عجينة ونحطها على الورق، علشان احنا ما عندناش الحلة بتاعة الكسكسي. في حلة معينة للكسكسي، حلة في المصفى، فاحنا ما عندناش. فاحنا هنعمل هنجيب حلة ونحط فيها المصفى ونقفل بيها. هنعمل عجينة بالدقيق والمية، وهنجيب ورقة وهنحط عليها العجينة. ديت الحلة بتاعتنا، هنحط فيها حبة ملح، ديت اللي احنا هنجري فيها الكسكسي. وهنجيب المصفى على قد الحلة وهنحطها فوق الحلة، وهنجيب العجينة اللي احنا عملناها هنحطها على ورقة طويلة. الورقة ديت هنلفها حوالين الحلة، فهنبتدي نحط العجينة على الحلة وهنخلطها كويس وهنفردها اهو كده كويس زي ما انتم شايفين. وهنبدأ نفردها على الحلة من فوق، نلزقها على الحلة من فوق، على الحلة وعلى المصفى، يعني في وسطيهم كده زي كده ما احنا شايفين. كل العجينة اتفردت على الورقة. هنبتدي بقى نلزقها ما بين الحلة والمصفى في النص علشان البخار ما يطلعش من الحلة والكسكسي معانا يستوي. هنحطها بقى كده مظبوط وهنقفلها كويس، نقفل بيها الحلة كلها داير ما يدور كلها كده زي ما احنا شايفين. وهنجيب بقى دقيق علشان نبتدي نعمل الكسكسي. هنجيب 2.5 الدقيق، وانتوا تعملوا المقدار اللي انتوا تحبوه. هنجيب 2.5 كيلو الدقيق، ننخله كويس. والمنخل دوت طبعا هنحتاجه. ومعانا زبدة تقريبا كوباية او كوباية وربع زبدة. ومعانا حلة فيها مية، وهنحط فيها معلقة ملح نقلبها. وديت اللي احنا هنرش بيها على الكسكسي، بس مش هنخليه عجين، يعني احنا كده هنرش بس مش هنضرب، رش بس كده، بس هنطرطش بس على الدقيق. زي ما احنا ما شايفين اهو كده، بس طرطشه بس. ونبتدي بقى نقلبه ونفكه بايدينا. هنقعد نفرك فيه لحد ما يبقى لونه اصفر ويبقى محبب، ما يبقاش باين فيه الدقيق الابيض دوت خالص. هنفضل نفرك فيه بايدينا كده في الدقيق ونطرطش ميه، بس اهم حاجه ما يبقاش عجينه. طرطشه كده بس، طرطشه بس كده خفيفه بس كده، طرطشه يعني. هي تقريبا كده هياخد ساعه الا ربع نقعد نفركه بس كده في ايدينا، نفركه زي ما احنا شايفين كده لحد ما يبقى لونه اصفر ويحبب، ويبقى الدقيق الاصفر دوت مش باين خالص، يبقى كله اصفر ومحبب كده، حبوب صغيره كده.
هناخده بقى معانا المنخل دوت خرامه واسعة. في بردك منخول الخرم بتاعه ضيقة بس بيتعب حبة في ان الكسكسي بينزل منه، انما دوت واسع فسهل بيسهل شوية. فاللي بيحبب دوت يجيبه، واللي حابب المنخل الضيق يجيبه، واللي بردك الموضوع بيبقى سهل. وبعد ما نخلناه بيبقى معانا نص كوباية زيت او كوباية الا ربع، وهنرشها على الدقيق، وهنرشه على الدقيق اللي احنا دخلناه، وهنبتدي نفركه بايدينا تاني زي ما كنا بنفركه الاول، بحيث نقلب الزيت في الكسكسي كله، نقلبه كله في الكسكسي ونفركه بايدينا. ونجيب شاشة بيضة ديت انت تدخلها مخصوص للكسكسي، طبعا تكون منضوفة. احنا جبنا الشاشة ديت طلعت صغيرة، فشاشة تانية بجيبها تاني للكسكسي، بس لو عندكم الشاشة دي كويسة، او فلنا بيضة نضيفة كده وتخلوها للكسكسي. احنا عندنا دي اهي مخلينها للكسكسي، بنعمل فيها وبنفردها على المصفى، ولازم المية تغلي والبخار تشوفه طالع، وتبتدي تحط الشاشة البيضة وتفضي فوقها الكسكسي وتغطي عليه وتسيبيه بقى ساعة تقريبا. وبس بقى في وسط الساعة ديت حاولي تقلبيه مرتين، يعني فك الحتة وقربيه كده مرتين، هتلاقيه كده مكلكع حبتين عادي. حاولي كده تقلبيه بالراحة، يعني مرتين في وسط ما هو بيستوي اول مرة. يعني هي كده اول مرة احنا شلناها، وزي ما شايفين اهو كده، زي ما انتوا هم كده شايفين احنا شلناه وبنقلب، بيبقى ماسك في نفسه شوية، وبنغطيه يعني بتسيبه كده تبرد حبة وبتغطيه وبتسيبيه تاني يستوي. واهم حاجة يستوي كويس، لانه ما استواش او تيجي تشيليه هتيجي تاكليه هتلاقيه مش هينفع تسويه تاني لو ني. هنا اهو كده استوى، وهنبتدي بقى كده نفضيه اول مرة في الطبق تاني، ولازم يتعمل في بطق بلاستيك، ما ينفعش حاجة ألمونيا. نفضيه اهو كده في الطبق ونسيبه تقريبا ربع ساعة نص ساعة، نسيبه يبرد يتهوى ويطلع البخار اللي جواه، ونفركه بايدينا تاني، ونبتدي ننزل عليه بكوباية شوربة بقى، طبعا من اللي انت اي حاجة من اللي انت تسلقيها، لحمة ديك رومي، اي حاجة اي حاجة سلقاها تنزلي بيها على الكسكسي. وهنبتدي نقلبه تاني ونفركه، بحيث ان احنا نقلب الشوربة ديت في الكسكسي كله، ونفك الكلاكيع اللي فيه ديت كلها. كل الكلاكيع ديت تمسكيها وتفرقيها كده كلها بايدك لحد ما تفكوا كل الكلاكيع كده. بس مش تسيبيه يبرد خالص، يعني ربع ساعة كده بالكتير او نص ساعة، وتبتدي تحطيه تاني على المصفى. هنا زي ما شايفة كده خلاص ما فيش كلاكيع، كله اتقلب في الشوربة وما بقاش فيه كلاكيع. هنبتدي طبعا اللي اتغلى في المية نسقط، فانت هتحتاجي تزودي المية تاني، بس اوعي تمليها مية على الاخر توصل للكسكسي لا يعجن يبقى عجينة، فلازم تحطي حبة مية، وتبقي عارفة ان المية ديت اقل من الحلة، تبقى اقل من الحلة مش واصل للمصفى. هتحطي الحتة تاني بتاعت الكسكسي، وتحطي الكسكسي التاني يستوي تاني، وتغطي عليه وتقلبيه برضك اثناء ما هو بيستوي. هتقلبيه مرة كمان اثناء ما هو بيستوي، تقريبا برضك هيقعد ساعة كمان او ساعة الا ربع. هتقلبيه بقى، وهتبتدي تقفلي عليه تاني وتسيبيه يستوي،
وبعد كده خلاص استوى. هنفضيه بقى، ديت اخر مرة يعني، هو مرتين بس على النار، دي كده اخر مرة. وهنفضيه سخن ومولع والبخار طالع، وحاسب وشك وانت بتفضيه وتبقي بعيد، والاطفال مفيش اطفال تبقى جنبه. هتقلبي شوية لحد ما البخار يطلع، وهتقلبي كده تطلعي كل البخار وتقلبي في السمنة. يلا يا سوسو. هننخله اهو دلوقتي. هتحطيه تاني مرة في المنخل السلك اللي احنا برضك نخلناه بيه اول مرة، وهنبتدي تاني اللي احنا ندخله. والكلاكيع اللي في المنخل ديت بتفركها بايدك، تدوسي عليها بايدك بتنزل كلها، تبتدي بايدك كده رايح جاي، الكلاكيع ديت كلها بتنزل وبتتفك وبتنزل. وسهل جدا يعني، انت طالما عرفت الخطوات سهل جدا وهيتعمل. طبعا الزبدة ديت هنا مسيحينها يعني تقريبا هيتحط كوباية او كوباية وربع، هيبقى كويس جدا على الكمية دي. انت على حسب الكمية اللي انت بتعمليها، بتعملي نص الكمية هتحطي برضك نص الكوباية السمنة، وتحطي نص الكمية الزيت، وتحطي نص الكمية كل حاجة بقى. ومعانا بقى هنا كده طبعا نص شفشة صلصة، هنعمله اللي حابينه ياكله، اللي بيحب ياكله يعمل بالصلصة حسب الرغبة، يعمل الصلبة وفي شوربة وفي صلصة وفي شكشوكة، لكل واحد على حسب بيحب اللي هو يعمله. هنا هو طبعا معانا الصلصة هنحطها في الحلة، نفس الحلة اللي احنا عملنا فيها الزبدة، ومعانا تقريبا ربع معلقة توم، وهنحط الملح والفلفل. ربع معلقة فلفل، ربع معلقة ملح، حسب ما بتحبي. هتدوقي طبعا وهتشوفي. هنحطها بقى على النار تسبكيها عادي خالص. معانا بقى الشكشوكة، الكمية اللي انت بتحبيها يعني، تقطعي قطعتين 3 مع قرنين 3 فلفل، حسب الكمية بقى اللي انت تحبيها وعلى حسب ما بتحبي. والصلصة اللي انت بتحبيها تاخدي منها معلقتين، هتفرق بردك وهتدي طعم للشكشوكة. وهنضيف معلقتين 3 زيت، حبة زيت صغيرين، وهنحطها على النار لحد بردك ما تتسبك شوية. هنحط شوية فلفل، ربع معلقة فلفل، ربع معلقة ملح، حسب بردك ما بتدوقي وبتشوفي محتاجة ملح ولا لا. لو بتحبيها حراقة هتحطيها فلفل حراق. بس سهلة وبسيطة. والديك الرومي اهو، اول كده ما تشوفيه قرب يستوي تحطي له الملح. الشوربه قلت حبه تزودي شوربه تاني، تزودي حبه ميه. الشوربه شايفاها هتكفيك وخلاص كفايه. هنا طبعا الكسكسي كانت نخل خلاص اخر مره زي ما احنا ما شفناه، وفضيناه في الحله، شلناه خلاص بقى من الطبق، شلناه بقى من الطبق بعد ما اتنخل وحطيناه اهي في الحله. هنبدا بقى نحط فيها الزبده. الحله ديت بعد ما حطيناها في الكسكسي، اول حاجه كانت الكسكسي بعد ما اتعمل كان بالايد، تحط له كوبايه زيت وتحط على النار، وتشال من على النار، تحط له كوبايه شوربه، تحط على النار تاني، تشال من على النار. خلاص كده بقى اخر حاجه تحط له الزبده، وتقلبيه بردك بايدك كويس او بمعلقه كويس، تفركيه كده بقى الزبده كلها تدخل فيه. وهو طبعا بقى بالزبده بيبقى احلى من السمنه، بالزبده بيبقى جميل جدا. وتقلبيه بقى كده، وتبتدي بقى اللي انت خلاص هتقدميه بقى. خلاص الشكشوكه خلصت والصلصه خلصت، الرومي استوى، وتحمري الرومي.
تحمريه كده بقى بالشوايه. خلاص الكسكسي زي ما انتم شايفين مفلفل اهو، ولا معجن ولا اي حاجه، جميل جدا اهو طبعا. وغرفنا اهو كده طبعا كل الاكل اللي احنا عملناه، وبألف هنا والشفا عليكم. طبعا زي ما بتحبوا بقى تاكلوا كده، تاكلوا في الغدا، تتعشوا بيه بالكسكسي، تتعشوا بقى بأي حاجة، تتعشوا بيه بالليل بقى بالسكر مع لبن، تفطروا بالكسكسي بالسكر برضك بيبقى حلو. هو الكسكسي أكلة جميلة، واللي مجربوهاش بالرومي أو بالبط أو كده لازم تجربوها، لازم تجربوها، لأن هي طعمها حلو جدا وهتعجبكم إن شاء الله. وبألف هنا عليكم.